من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنستخدم فيها مادة البوتوكس حالات فرط التعرق، سواء كان في اليدين أو القدمين أو منطقة تحت الإبط. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نتكلم عنها. بالنسبة للأطفال، أولادنا اللي بيروحوا مدارس وأثناء الامتحانات وهم بيكتبوا، طبعا لما يكون في فرط تعرق في اليدين بيبتدي العرق الزيادة ده ان هو يبلل الورقة ويبوظ الدنيا، مش عارف يكتب. فبالتالي مع التوتر العصبي حدة المشكلة دي بتزيد. احنا قدرنا باستخدام حقن مادة البوتوكس ان احنا بنحدد نقاط معينة، النقاط دي تبتدي ان احنا نحقن فيها المادة، فيبتدي العرق اللي موجود الزيادة ده يقل وتبتدي الايد تجفف. وان شاء الله تعالى هنعرض لكم فيديوهات كتيرة جدا بتوضح حقن البوتوكس في الايدين لعلاج حالات فرط التعرق.